مجلة روسية تؤكد بأن السلاح الروسي قد جعل الجيش الجزائري الأقوى في منطقة شمال إفريقيا، حيث تفوق على كافة المنافسين. هذا وقامت مجلة أرميسكي ستاندارت الروسية بتحليل القدرات الدفاعية للجيش الجزائري، والذي يعد الآن بحق من أقوى الجيوش في منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم. وجاء في مقال نشرته المجلة أن كل تلك الإنجازات العسكرية أصبحت ممكنة بفضل الأسلحة الروسية الاستراتيجية والتي اقتنتها الحكومة الجزائرية ولا تزال تشتريها من موسكو. هذا وقالت المجلة الروسية إن الجزائر أقامت علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفيتي إثر نيل الاستقلال وتحررها من الاستعمار الفرنسي في ستينيات القرن الماضي، ثم مرت البلاد بمرحلة الحرب الأهلية الطويلة إثر العشرية السوداء. هذا وقد عقدت الحكومة الجزائرية بين العامي 2006 حتى 2020 بضع صفقات كبرى مع روسيا في مجال التعاون العسكري، واقتنت الجزائر بموجب تلك الصفقات عشرات الأسلحة المتفوقة والاستراتيجية، وقد تخطت معظم تلك الصفقات للجيش الجزائري حاجز 13.5 مليار دولار. وقالت المجلة الروسية إن السلاح الروسي والإصلاحات في المجال العسكري قد حول الجيش الجزائري إلى أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا، حيث تفوق على الجيش المصري بمراحل عديدة.